مساء الفل، ايه الاخبار؟ عاملين ايه؟ الاسبوع ده الشيف براك جه عندنا مصر وعمل حبه قلق كده، والفواتير بتاعته معديه. ما يلا بينا نشوف الحكايه. يلا. ايوه، على الراس الحلو ده شيف براك. ثانيه واحده، ايه الجاكيت ده؟ ايه الجاكيت اللي انت لابسه ده؟ ده انت من بالك كلها هدوم، اكيد جايبه من العتبه يعني. ثانية واحدة، ثانية واحدة بس. هو ده كده الكلام. أنا عايز صديقي هاني، انت قلعت الموزه لحمها ليه؟ ايه مشكلتك مع اللحمه بتاعت الموزه؟ مش عايز تتكلم عن ايه؟ قلعتها ليه؟ ما تاكلها يا عم. براك نايس تيستي. جاية حبيبي. أهلا وسهلا، مبسوط قوي. براك اشتغل يومين على طول قلب على اللهجة المصري. حبيبي أهلا وسهلا. يومين كمان إن شاء الله هيقول طعمية بقى وهيخش معانا في الأجواء ورق كده. عنب ما اكلتوش في حياتي، مش في مصر، بأمانة ما اكلته في طعمه في حياتي. خرافة. هاني أنت أوفر أوي ولا أنا بيتهيألي؟ يعني أنت أوفر أوي على الموضوع. ورق عنب في الأول في الآخر ورق عنب، وورق عادي وحاشينه رز، هيبقى ورق عنب. الهضاني بورق العنب ب 6000 ونص غير ختمه وضريبه. انا حبيت اقول لكم الاسعار عشان انا قلت لكم الاكل حلو، ما اضحكش عليك وتيجي تتفاجئ. 6500 جنيه من غير الضريبة لسه والسيرفيس وكده. الحمد لله، الحمد لله على الفقر والجدعنة. منظر الشكشوكه بالبتنجان وعليها صور كريم، سعرها 180 جنيه دي. هي سعرها 180 جنيه. إحنا هنروح إن شاء الله كلنا المطعم هنطلبه دي، هنطلب 4 علينا كلنا بإذن الله. الفرخه المملحه دي شفتوا الشوك بتاعها بأمان الله ده يبدوب. انا بص، انا مش شايفها، انا مش عيني مش عليها على فكره، بس بص المنظر. سعرها 1900 جنيه ابيض على الابيض الفرخه دي. سعر الفرخة كام؟ 1900 جنيه. أبيض على الأبيض، هو احمر على الاحمر يعني، دي معروفه. 1900 جنيه ليه؟ تعالى انا هجيب لك 4 فرخات، كل فرخه فيهم عامله 400 جنيه، بص مشويين وفتحه سقف وتكييف واللي انت عايزه يعني. حسابي 21877 جنيه في الحاجات اللي انتوا شفتوها انا باكلها. صديقي انت لسه مكمل معانا؟ دفع 22000 جنيه بعد ما كل الموزه وقعد رقص وعمل شويه الحاجات دي، دفع 22000 جنيه. تعالى نكمل ونشوف اللي بعده. كله تقريبا عشان تعرفوا كل حاجه بالاسعار بكل حاجه. فيلا بينا نجرب براك. المكان يا جدعان، انا متفائل بيك يا صديقي، والله انا متفائل بيك، حاسس ان فيها هيجي الخير منك ان شاء يا الله. جدعان ما شاء الله صرح كبير والمكان كبير قوي من جوه، في قعدتين اندور واوت دور، والاسعار يعني مش هتكلم عليها اوريها لكم بس طلع يا ريتك ما وريتنا الاسعار، هي دي الاسعار، يا ريتك ما وريتها لنا. ده طلع في اجماع على موضوع بالك الاسعار. بينزل لك ازازه بوفانا كده دي ب 40 جنيه الميه دي يا جدعان. بما المية ب40 جنيه والسلطة ب500. الحمد لله، الحمد لله ان هم ما عندهمش شاي، عشان لو الشاي لو المية ب40 تبقى الشاي ب400. اما الطبق التاني طبق اسمه علي ناضج، وده يا جماعه مفاجاه غير بقى الطبقين. علي ناظج؟ ايه الاسماء الغريبة دي؟ ايه الاسم ده؟ عايزين واحد اجلي ازمي وجاجك، وبعدها عايزين حمص بسطرمه وبيتا لحم، خلينا طاجن المفاجاه وطاجن الشيف براك وضلع ضاني من اللي هو محشي ورق عنب، في الاخر تريدتش. ربنا يستر. حبيبي حبيبي، ايه الطلبات اللي بتطلبها دي كلها؟ ايه الطلبات دي كلها؟ انت سألت على الاسعار قبل ما تقعد؟ انت اكيد ما سألتش. انت لو سألت على الاسعار مش هتطلب الطلبات دي دول كلها. حلوين وهم فيهم فكره، يعني انت ما بتلاقيهمش في الطواجن الشرقيه العاديه باين، بس غاليين غاليين قوي يعني. ده ب 1400 جنيه وده ب 1500 جنيه. انت طاجن ب 3000 جنيه؟ انت الحاجة عندها معلومات باللي انت بتاكله ولا شبهنا؟ أخيراً دخلنا في أغلى طبق عندهم في المنيو كلها، وهو ضلوع ضاني محشية ورق عنب، ودي بتتقدم بالشو اللي قدامك ده. غالبا هو ال 6500 جنيه للشو مش للضلوع، يعني هو الضلوع دي احنا اكلناها في كل الدنيا ب 1000 جنيه ب 1500 جنيه، انما الشو هو اللي ب 6500 ده جنيه اغلى حاجه المفروض هنا في المنيو. انا طلبت منهم جلوفز الصراحه عشان ما بحبش اكل اللحمه بالشوكه بقى والسكينه حتى لو احنا في المكان هنا يعني. طلبت منهم جلافز؟ انت غلبان قوي اقسم بالله، يعني دفعت 6500 جنيه في الطبق ومش عايز تجيب جلافز؟ احنا بنجيب من عند بلبن ب 100 جنيه بيدينا 10 جلافزات. والله قريب مما توقعت يعني، بس ايه ارخص شويه. هو الصراحه الراجل قال لي ان هو الديزرت هيديها لنا كادو من بره عن الهزار بقى نتكلم كلمتين جد. بالنسبه لموضوع المطعم ده ما حدش هيروحه غير الفئه اللي هي يا اما فود بلوجر رايح يصور عشان ده اكل عيشه ورايح يصور المكان هناك وياكل ويعمل ريفيو عنه، فربنا يرزقه من وراه، دي قصه حلوه مفيش اي مشكله فيها.
يا اما يكون حاجه تانية، يا اما يكون راجل مليونير، راجل مش فارقه معاه وما شاء الله هو متعود على الستايل ده من المطاعم، بيخش ياكل فيه، او ان هو بالنسبه له ان هو يقول لما انا هسافر بره مثلا تركيا عشان اروح اكل في مطعم شبه ده هدفع المقابل ده. اما بالنسبه للفئه بتاعتنا احنا ما حدش فينا هيروح المطاعم دي، احنا اقصى مطعم فينا بنروحه يعني لما تبقى الدنيا مزهزهه معانا بندفع صرف 1000 جنيه 2000 جنيه 3000 جنيه ميكس، لكن الارقام دي مش بتاعتنا خالص. وشكرا ان انتوا كملتوا معايا الحلقه للاخر، شكرا.